قال له يا سيدي انت مش ليك حق، خلاص خده بالقانون. ايه الحكايه بالظبط؟ دي حكايه مجلس اداره نادي الزمالك اللي في ظرف 48 ساعه رئيس النادي يقول لك نتوسل للنادي الاهلي ان هو يساعدنا نخلص غرام الكهرباء، في حين ان واحد تاني عضو مجلس اداره يطلع يقول لك لا تساهل في غرام الكهرباء. نادي الزمالك دونت ميكس كل حاجه والعكس. تعال بينا نعرف كل التفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي. حلقه التنايه الثانيه النهارده، ولسه معانا بعد شويه ان شاء الله حلقه في تاني نكمل فيها باقي اهم اخبار النادي الاهلي، ويا ريت نضرب عيننا على زرار الشير. يلا نوصل الحلقه ل 100 شير. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره، رحمه الله عليه وكل امواتنا جميعا. ونبدا قبل اي حاجه ونقول بسم الله ونزيد النبي صلاه واخبار ساره. يبقى النادي الاهلي النهارده بيكمل استعداداته لمباراه شباب بلوزداد الجزائري ان شاء الله، واخبار كويسه جدا. وسام ابو علي اللي كان الكل منتظر ان اللاعب مصاب ومش هيشارك في اي فتره خلال الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي، ان شاء الله خلال ايام هيكون مشارك في التمرينات التاهيليه بالنسبه للفريق، وده اللي يعني ان خطوات عودته للنادي الاهلي مره ثانيه قربت. بنتكلم ان احنا النهارده يوم 9، لسه الماتش فاضل عليه اسبوع، فسؤال مهم هتجاوب عنه الايام اللي جايه ان شاء الله، هل وسام ابو علي هيكون جاهز للنادي الاهلي ولا لا؟ في نفس الوقت يبدو كده يا جماعه ان المسرحيه اشتغلت، ودايما لما بيكون لقاءاتنا مع انديه عربيه لازم تسمع عن كم الاصابات اللي ضرب الفريق المنافس. طيب ايه حقيقه الاصابه دي؟ النهارده الاعلام الجزائري كان بيتكلم عن اصابه مهمه جدا لفريق شباب بلوزداد الجزائري. مين يا جماعه؟ قال لك الرئيس مبولحي الحارس الاحتياطي بالنسبه لمنتخب الجزائر، وواحد من ابرز الحراس طبعا على المستوى العربي خلال الفتره اللي فاتت. لكن ايه هي حقيقه اصابته فعلا؟ اللاعب يا جماعه فعلا اتصاب في معسكر منتخب الجزائر في بطوله كاس الامم الافريقيه، واصابته كانت عباره عن كسر في احد اصابع ايديه الشمال. اللاعب اختفى الفتره اللي فاتت دي لغايه اما طلع النهارده المتحدث الرسمي لنادي شباب بلوزداد الجزائري، الراجل اتكلم وقال لك فعلا اللاعب مصاب ولسه هيرجع بعد اسبوعين او 3 اسابيع. لكن المقصود بزق الاخبار دي دايما يا جماعه في التوقيت ده تحديدا هي تهبيط همم لعيبه النادي الاهلي، وعندهم اصابات بتكون المنافس بتاعك، والعب بقى يواش يواش وبالراحه وعندك فرصه ذهبيه. هرجع اقول النادي الاهلي هو المتضرر من كم الاصابات الكبير اللي موجود عنده، اللي وصل ل7 أو 8 لعيبه قلت لك عنهم امبارح، فالاخبار دي نسمعها من هنا ونفوتها من هنا. تعالى بقى قبل ما نروح للتصريحات الغريبه جدا اللي طلعت على مدار الساعات اللي فاتت نختم كده اخبار الفريق الاول بالخبر الرسمي اللي تم الاعلان عنه النهارده، كنت لسه بكلمك عنه في حلقه الصبح. اللي حصل ان بالفعل تم تاكيد من استاذ الحاج عامر حسين عضو لجنه المسابقات داخل اتحاد كره القدم المصري، اعلن ان ماتش النهائي ان شاء الله هيتقدم بدل ما كان يوم 13 هيكون يوم 9، وده طبعا لان حسام حسن طلب ان هو يقدم معسكر منتخب مصر بعد ما كان هيتعمل في اخر مارس، عايز يخليه في منتصف مارس استعدادا للدوره الوديه اللي كلمتك عنها اللي هيكون فيها مشارك منتخب مصر مع 3 منتخبات تانية. طيب احنا هنا بنتكلم ان ما تمش تاجيل ميعاد مباراه السوبر لميعاد متاخر لمصلحه نادي الزمالك عشان يلحق بقى يأقلم الصفقات الجديده والمدرب الجديد، لكن عايز اقول لك ان تقديم موعد المباراه برضو يضر بالنادي الاهلي. ليه؟ المفروض يوم 9 يا جماعه شهر مارس كان ميعاد مباراه النادي الاهلي ومباراه البنك الاهلي، وده اللي يعني ايه لما هيكون مكانها مباراه الكاس او مباراه نهائي الكاس هيضر بالنادي الاهلي ان الماتش ده هيتاجل ونخش في مؤجله جديده طبعا هتتراكم على النادي الاهلي في النهايه. فربنا يستر من موضوع المؤجلات اللي عماله تتراكم ده، عشان ده في النهايه بيبقى ريحته بالنسبه لي مش حلوه، بيعيد لي ذكريات سيئه كده خلال المواسم اللي فاتت من تراكم مباريات ومباريات ورا الثانيه ورحله هنا وسفر هناك واصابات ما يعلم بيها الا الله. لكن بنفس المنطق ده لما يكون في تصريحات ملهاش لازمه او نكش للنادي الاهلي من تحت لتحت وخلاص لازم نرد عليها ونلقي الضوء عليها. طبعا هنا هنتكلم عن مين؟ تصريحات عمرو الادهم او عمرو ادهم عضو مجلس اداره نادي الزمالك اللي كان ليه تصريحات غريبه وما تفهمش هي ايه لازمتها ولا ايه معناها اصلا. الراجل طلع امبارح على قناه اون تايم سبورت او يمكن من كام ساعه، من 7 أو 8 ساعات، وتحديدا مع ابراهيم عبد الجواد المذيع اللي كلنا عارفين انتماءاته الزملكاويه، اللي طبعا ما يفوتش فرصه زي دي عشان ينكشوا كام منكش كده. المشكله ان الراجل جاوب على نفسه اجابات غير منطقيه تماما. اولا اتكلم في موضوع ري فيتوريا وقال لك والله يا جماعه انا مش فاهم ليه الجماهير بتاعت الكره المصريه زعلانه ان نادي الزمالك قصد ري فيتوريا وخدنا منه اتصال وكان وسيط ما بيننا وما بين نادي سبورتنج لشبونه عشان نحل مشكله نادي الزمالك. ده الراجل كتر خيره يعني، ده احنا بقالنا 7 سنين لساننا حيفي مع اداره نادي سبورتنج لشبونه لدرجه ان هم ما كانوش بيردوا على تليفوناتنا اصلا. هي الناس زعلانه من ايه؟ الراجل كان بيخدم نادي الزمالك. اقول لحضرتك الناس زعلانه من ايه؟ اولا كده هل ده شغل ري فيتوريا؟ هو الراجل ده جاي مسؤول علاقات عامه ولا جاي مدير فني المنتخب مصر؟ الناس كانت بتنتقد بعض اللعيبه جوه معسكر المنتخب عشان بيقول لك مش مركزين مع المنتخب، ما بالك بقى المدير الفني المنتخب كان مركز في ملفات ثانيه لا ناقه له فيها اصلا ولا جمل. ومعلش يعني هو الراجل كان بيعمل لقمته كمدير فني للمنتخب عشان يعمل بيها بره. ما هو طبعا
طبعا الراجل تقريبا كده كان جاي يا جماعه ملوش اي علاقه بالتدريب الخاص بالمنتخب، وكان مركز في العلاقات واستغلالها وان هو يجيب من وراها قرشين حلوين. وقبل ما اخرج من الجزئيه دي عايز اسال الاستاذ عمرو الادهم سؤال صغير، هل انت متخيل او ممكن تكون متوقع ان لو النادي الاهلي هو في نفس الموقف ده لا قدر الله يعني، والنادي الاهلي قصد المدير الفني الاجنبي بالنسبه لمنتخب مصر عشان يحل له مشكلته، هل متخيل ان ميديا نادي الزمالك كانت عدت الموضوع ده بالساهل كده ما كانوش يتكلموا فيه وان دي حاجه ما ينفعش انها تحصل؟ يعني انا هسيب لك الاجابه على التعليق ده. النقطه الثانيه، رغم ان كابتن حسين لبيب طلع من يومين او من 48 ساعه بالظبط بيقول لك احنا والله قصدنا النادي الاهلي بقصد العلاقات الطيبه اللي ما بيننا وما بينهم يحلوا مشكله كهربا دي ويخلوا اللاعب يسدد الغرامه، في حين ان الراجل النهارده وهو عضو مش رئيس النادي الزمالك طلع قال لك بصوا يا جماعه العرض اللي اتقدم لنا من كهربا عشان نسوي المشكله هو عرض غير مرضي تماما بالنسبه لنا، واحنا هناخد حقنا بالقانون. يا سيدي اتفضل خد حقك بالقانون. اللاعب يا جماعه والمعلومات المؤكده بالنسبه لي كهربا لانه عارف ومتاكد انه مش هيدفع غير ال1,200,000 يورو، ده لو في النهايه الحكم رسي على كده اصلا هيكون مصلحه بالنسبه له بالعرض اللي هو قدمه لنادي الزمالك من خلال الوسطاء. والله العرض عندكم وخلوه عندكم، عايزين تردوا دلوقتي بعد سنه سنتين انا ما عنديش مشاكل، انا عارف كده كده ان موضوعي في الفيفا مطول حبتين، عايزين تاخدوا المبلغ دلوقتي وبالتقسيط المريح على مزاجي اهلا وسهلا، مش عايزين حلوها قضائيا بقى. وهي دي المفاجاه اللي كنت لسه عامل لكم عنها حلقه صغيره كده 4 دقائق على البيدج الجديده لما قلت لكم يا جماعه ان خلال الساعات اللي فاتت مفاجاه قويه جدا لكل جمهور نادي الزمالك اللي كان عشمان ان غرام الكهرباء هتحل لهم المشاكل الماليه بتاعتهم. غرام الكهرباء يا جماعه هيحيينا ويحييكم ربنا لسه قدامها 4 أو 5 سنين عبل ما يتنظر فيها، لان النهارده الفيفا ادرج نادي ديبورتيفو دي افيج رسميا في قائمه الانديه اللي الفيفا معاقبها بايقاف القيد. وده ليه؟ لان النادي رسميا بقى ليه كيان قانوني بعد ما كان مفلس واتشطب من الاتحاد البرتغالي من الفيفا، رجع خلال الايام اللي فاتت رسميا وبالتالي اصبح طرف جديد في قضيه كهرباء مع نادي الزمالك. وحلني بقى زي ما فات 4 سنين الفيفا ما حكمش بحاجه لسه، خد قدامهم 4 5 سنين كمان. اما بقى بالنسبه لتصريحات حضرتك ان انت ما تحبش تشوف امام عاشور داخل نادي الزمالك مره ثانيه، والله انا مش عارف اقول لك ايه، عندك حق، لان الاخبار اللي وصلت ان انت بعد ما قلت التصريح ده امام عاشور قافل على نفسه الاوضه وبيعيط جدا ان فاته ماتش ابو سليم الليبي. تعال بقى نروح لجديد سوق الانتقالات واخر الشائعات. اعمل لايك، اعمل كومنت، تفاعل مع الحلقه، يلا نوصل الحلقه 100 شير، دعم اخواتي الجبار انا منتظره. والنادي الاهلي النهارده بياخد خطوه مهمه جدا في تامين عقد واحد، انا من الناس اللي مقتنع جدا ان هيكون نجم من نجوم النادي الاهلي ان شاء الله خلال السنين اللي جايه اول لما ياخد الفرصه. النهارده النادي الاهلي شغال على مجموعه من ملفات التجديد، خلص فيها تجديد عقد حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي الشاب واللي هيكون مشارك مع المنتخب في الاولمبياد بعد 3 أو 4 شهور من دلوقتي. حمزه علاء يا جماعه هرجع اقولها مره ثانيه، اللي اتفرج على بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه وحمزه علاء كان حارس اساسي ليهم هيعرف قد ايه ان النادي الاهلي بيمتلك على دكه البدلاء حارس من العيار الثقيل. نقطه ان انت تامن خدمات الحارس دلوقتي قبل ما يروح للاولمبياد، وان شاء الله باذنك يا رب متوقع له هيكسر الدنيا هناك، دي خطوه مهمه جدا سواء استثماريا لو حبيت ان انت تستثمر في اللاعب في بيعه بعد كده، او ان شاء الله تحافظ على استقرارك داخل النادي بوجود حارس هيفيدك جدا ان شاء الله خلال السنين اللي جايه. ان كان ده خبر، تعالوا بقى نروح لخبرين اخيرين، لكن تعالوا نتوقف مع سؤال مهم جدا. هل فعلا نادي الزمالك خلال سوق الانتقالات اللي جاي هيتعاقد مع احمد ياسر ريان؟ طبعا انا قلت لكم الخبر ده من فتره وطلع كابتن ايمن الرمادي مدرب فريق سيراميكا كليوباترا اكد على الخبر خلال الساعات اللي فاتت وقال لك فعلا نادي الزمالك فتح خط مفاوضات مع نادي سيراميكا، فعلا كان عايز احمد ياسر ريان سوق الانتقالات اللي فاتت، لكن انا رفضت. طبعا التصريحات دي اتحرفت من ميديا نادي الزمالك واتقال فيها وقتها، قال لك ايمن الرمادي قال انا مش هنقل لاعب اهلاوي لظروف نادي الزمالك. ايمن الرمادي بيحاربنا. الراجل يا جماعه ما قالش كده، كل اللي قاله كابتن ايمن الرمادي قال زي ما رفضت رحيل بسام للنادي الاهلي لان ما كانش عندي بديل كفء ليه، رفضت رحيل احمد ياسر ريان لان برده ما عنديش البديل ولا قدرت ان انا اوفره، وبالتالي نادي سيراميكا وقتها حب ان هو يستفاد بقيمه اللاعب وطلب 50 مليون جنيه في احمد ياسر ريان. الظاهر كده نادي الزمالك مكمل في الخط بتاعه ان هو يلم كل لعيبه النادي الاهلي اللي سابوا الفريق بقالهم سنين دلوقتي، ممكن نشوف جديد في ملف ياسر ريان الصيف اللي جاي مع نادي الزمالك. وهنا سؤال، شايف ان احمد ياسر ريان يستحق ان النادي الاهلي يدخل ويخلص معاه التعاقد بنهايه الموسم بدل ما يروح نادي الزمالك، ولا الافضل التركيز مع لعيبه ثانيه؟ ان كان ده خبر، تعالوا بقى نروح للخبر الاخير. وبصراحه مش عارف مسؤولين نادي بيراميدز ازاي ساكتين بالشكل ده يا جماعه. طبعا احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن واحد من نجوم نادي بيراميدز، واحد كان من احجار الاساس بتاعت نادي بيراميدز في مشروع مكايده النادي الاهلي. الكلام هنا عن رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي. الغريب في الموضوع ان دي مش اول مره حد من داخل نادي الزمالك يبدي اعجابه برمضان صبحي ويتكلم ان هم يرغبوا في ضم رمضان. طب يا جماعه هو دلوقتي انا اللي اعرفه يعني ان نادي بيراميدز لو النادي الاهلي اتكلم بس مع لاعب من لعيبه
لعيبه نادي بيراميدز او في تصريح طلع من احد المسؤولين، وده ما حصلش قبل كده على فكره، هيطلع يقول لك ده احنا نقيم الحد على الاهلي، ده احنا نقدم شكوى في الفيفا لان النادي الاهلي بيتفاوض مع لاعب من لعيبتنا، في حين ان عمرو الادهم اللي كان لسه بيتكلم عن كهربا وعن امام عاشور قال لك رمضان صبحي هيكون اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك لو حصلت خلال سوق الانتقالات اللي جاي. الراجل يا جماعه بيتكلم وكان رمضان صبحي ده بيلعب لنادي دوري درجه 10 ويتمنى انتقال لاعبه لنادي الزمالك، مش نادي زي ما بيقولوا كده نادي بطولات ولا نادي القاب ونادي عايز يحافظ على النجوم بتاعته عشان يحصل على اول بطوله رسميه. سامعين بودانهم ان نادي منافس من الانديه اللي موجوده داخل الدوري المصري بيتكلم على لاعب عنده من غير ما يكون ليه ردة فعل. هنا انا حابب اختم برساله لكابتن هاني سعيد مدير الكره في نادي بيراميدز. خير يا كابتن، ازاي ساكت على الكلام ده؟ لا اسقط الله لك حسا، ولا ده هي اللي هتعملها زي محمود فتح الله اللي طلع من كام يوم قال لك لو عبد الله السعيد انضم لنادي الزمالك هيكون اضافه كبيره جدا، ده هي اللي تكون هتعمل زيه. واضح كده ان المسلسل ده يا جماعه هيكون فيه كتير خلال الفتره اللي جايه، وهنتابع وهنشوف وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو كل امواتنا جميعا، واشوفكم على خير في الحلقه الجديده اللي هتبقى بعد شويه ان شاء الله. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.